السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وازاي تعمل صورة مصغرة للفيديو بتاعك حتى لو ما كنتش بتعرف تشتغل على برنامج الفوتوشوب عن طريقة احتيالية. طريقة بس يعني هي مش احتيالية، مش هي اي نعم مش بفضلها كتير، بس في ناس كتير بتبقى لازم بترجع لها عشان ما بتعرفش تستخدم فوتوشوب. النهاردة هنتكلم عن موقع جميل جدا بياخد أي صورة مصغرة لأي فيديو أنت محتاجها وعايز تعدل عليها تعديلات بسيطة جدا، بحيث ان انت تلغي حقوق الملكية بتاعة الصورة وتغير في شكل الصورة. الموقع حسب طبعا الرابط أسفل الفيديو، تقدر تفتحه عادي خالص من غير تسجيل من غير أي حاجة. أو الموقع كده، وبتخش على اليوتيوب المقطع اللي انت محتاجه، المقطع اللي انت مثلا عايز الصورة بتاعته. إيه مثلا هنخش مثلا على الصورة المصغرة بتاعت إيه رونالدو، ونكليك يمين مثلا كده. طبعا اي رابط فيديو فيه الرابط فيه حاجة اسمها الاي دي. الاي دي ده بعد كده بعد يساوي دي بتبقى تظللها كده وتاخدها كوبي كده، وتروح للبرنامج، بتيجي في الخانة دي فيديو اي دي هير، وتيجي عامل الاسك، وتيجي عامل جيت. الزر ده تضغط عليه وبكده بتظهر الصور معاك بتاعت الفيديو كلها. يعني اللي هي الصورة، اللي هي الصورة المصغرة للفيديو بس بأحجام مختلفة. طبعا بتيجي مثلا جاي على الصورة دي مثلا، وتيجي عامل سيف ايمج على الديسكتوب الطريقة ديت، ونروح للديسكتوب. بنيجي هنا نلاقي الصورة عندنا بالشكل ده. طبعا انت عايز تغير فيها عشان حقوق الملكية، عشان ما تبقاش نفس الصورة. فبتيجي هنا مثلا عايز تلغي، مثلا عايز تمسح حاجة، تمسح دي. انت عايز تغير الحجم وتغيره من هنا، فبتمسح دي مثلا. مثلا انت عايز تكتب مثلا ديت تخليها 2. عايز مثلا بتلغي اي حاجة، عايز تظللها بألوان، عايز تغير اللون تخليه ابيض. عايز تلعب في الصورة، عايز تمسح دي كده. عايز برضو تعمل قص الصورة الجزئية دي بس كده، بتيجي مثلا عامل قط، وبتيجي عامل نيو، وبتيجي عامل بيس هنا، بتلاقي الصورة اهي كده. وبتيجي عامل سيف للصورة، فبكده يكون انت غيرت الصورة بتاعتك. خلاص يكون عندك الصورة الجديدة بالطريقة دي تمام، وبتقدر ترفعها على اليوتيوب عادي خلاص من غير أي مشاكل. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.